صباح الخير. اهلا بيكم معايا في قناتي كلمتين مش وبس. والنهارده هنعمل سلطه. هو كل يوم حقيقي بنعمل سلطه علشان النظام الغذائي. بس انا افتكرت ان ممكن الواحد يعمل سلطه بالحمص. يعني لازم الواحد ينوع في السلطه بتاعته عشان ما يزهقش، رغم اني فعلا ما بزهقش. بس افتكرت الحمص، فامبارح كنت في السوق فجبت ربع كيلو حمص. سلقته بتاع نصه، قلت مثلا ممكن يكفي مرتين او حاجه. هي سلطه يعني اشبه بالسلطه البلدي شويه. بنزيد عليها كمون وبنحط عليها الحمص المسلوق، نقعته امبارح بالليل والنهارده الصبحيه ما خدش في سلقه حقيقي ربع ساعه. قبل ما رحت الحمام وكده هو كان اوريدي استوى. بنزيد عليها زي ما قلت لكم كمون، عليها ليمون، عليها ملح وفلفل، زيت زيتون لحد ما كتير شويه، طماطم، كابوتشا، خيار، بقدونس، شبت، فلفل الوان وفلفله خضراء. آم، جنبها هنا ده واحدة توست معمول باللي هو الايه الطماطم المجففة، سن الجبنة قريش كده عليها، وبيضاية. النهارده توست واحد لان اوريدي السلطه فيها الحمص، والحمص ده بيعتبر نشويات، فكده حلو قوي من النشويات اللي هناخدها. آم، خد مني وقت. لكن انا مخططه للفطار ده اساسا من يومين. وقعدت اشوف حتى فيديوهات عن السلطه دي، هي بسيطه بس يعني عايزه اتاكد تماما من المقادير بتاعتها. آم، عادة يا جماعة لما بنعمل نظام غذائي ما بنلتزمش بيه، مش بس علشان الأكل يعني مش تستي، بالعكس الأكل الصحي تستي جدا جدا جدا، لكن علشان العمايل دايما الأكل اللي هو المضر أو الأكل اللي احنا كنا بناكله زمان هو أكل سهل. يعني عارف، اضرب سندوتش جبنة مع كوباية شاي، اضرب مش عارفة يعني كده يعني. لكن ان انت فعلا تقعد تعمل سلطة وتسلق قبلها الحمص، وبعدين تجيب التوست وتحمصه وتسلق بيضة، يعني في قصص كده بتحصل. لكن زي ما قلت لكم، هي القصة بتيجي ان انا اهتميت بنفسي يوم يومين وبعد كده هو مش قادر ادي لنفسي الاهتمام دوا اكتر من كده، هو مش قادر ابني عادة بالاهتمام بتاعي. ف... فبنرجع تاني يعني ريما ترجع لعادتها القديمة زي ما بيقولوا، مش عشان الأكل مش حلو، لا، الأكل الصحي عادة محتاج ان احنا نفكر، وعادة محتاج مجهود شوية. محتاج فعلا ان انت تكون فعلا فعلا بتحب نفسك، مش كلام وخلاص يعني تخيلوا مثلا انت بتهتم بنفسك يوم يومين وبعد كده هو ايه بتطنش. تخيلي كده انت اللي هو الستات يا عيني يقولك كان مهتم قوي ايام الخطوبه وفي اول الجواز وبعد كده طنشني. ما يا جماعه الاهتمام ده محتاج ان احنا ننميه، دي عضله محتاجه ان احنا ننميها علشان تستمر. لكن اللي هو بعمل الحاجة عشان مبسوط بيها أو علشان الظروف أجبرتني إن أنا أتبع رجيم معين وبعد كده أرجع تاني لعادتي القديمة، يعني لا. وبعدين انت يعني بتفكري تقولي طب هو ليه ما بيهتمش بيا تاني؟ طب ما انت ما بتهتميش برضو بنفسك تاني. يعني انت بتهتمي مثلا باكلك يوم يومين ثلاثه. على فكره مش بتكلم عن الوزن، ان ست تكون وزنها تخين او رفيع، انا بتكلم على الصحه عموما. اي عاده صحيه اساسا بنعملها في الاول وبعدين بنطنش، لان احنا مش قادرين ان احنا نهتم بنفسنا اكتر من كده. خلاص ما تطلبيش برضو من حد ان هو يهتم بيكي اكتر من كده هو. وعلى فكره لو احنا ما اهتمناش بنفسنا اساسا، والله لو خدنا اهتمام الكون كله forever ما هيشبعنا. اللي بيشبع الانسان هو اهتمامه بنفسه لنفسه، واوتوماتيكيا كمحصل تحصيل حاصل الناس كلها هتهتم بيكو. لما بسمع اغنية انت لو كنت بتهتم، انت لو كان عندك دم، يا نهار اسوح، تحس ان البنات يا عيني والستات بيقولوها ايه بحرقة وبحماس، ويعني بتعبر عن الواقع. عايزة الناس تهتم بيكي، اهتمي انتي بنفسك. ولو ان ده مش بنعمله عشان حد يهتم بينا، احنا بنعمله لان احنا فعلا بنحب نفسنا. صباحكم زي الفل، اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.